السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي في فيديو جديد. اليوم غادي نحضر معكم حلوة طريشبون اللي ما تتخطاش حتى شي دار. تبعوا معايا الوصفة من الاول الى الاخير باش نوريكم كيفاش تتنجح معكم بلا ما يصيحوا لكم الكويرات. غادي يجيو لاصقين حيت بزاف تاع الناس ما تيلصقوش اليوم مزيان. بلا ما نطول عليكم نبداو على بركة الله في المقادير. الغسالات ديالي عندنا نص كاس تاع سميده زائد كاس لارو تاع الزيت زائد معلقه كبيره ديال حليب الغبره زائد شويه الملح زائد خماره وحده زائد قشور ديال الحامض زائد فانيلا وحده زائد 2 بيضات زائد ماء الزهر زائد الكونفيتور السائل زائد الكوك زائد 300 غرام ديال الفورص. نبداو بالبيض هو الاول، نفقسو البيضه الاولى ونزيدو عليها الثانيه زائد نص كاس تاع سنيده زائد كاس لارو تاع الزيت زائد الملح زائد فانيلا زائد قشور الحامض ونطحنوا العناصر مزيان حتى يبيض لنا الخليط. بعد ما انسجمت العناصر نكبوا الخليط في الاناء ونزيدو عليه الدقيق بشويه بشويه زائد خماره. على فكره حبيباتي كاين الدقيق اللي تيشرب وكاين اللي ما تيشرب، عملوا غير تدريجيا حتى تجمع لكم العجين، وخاص الخليط يكون مرخوف باش ما تجيش الحلوه مدقصه وتجيكم هشيشه وخفيفه على هذا الشكل كما تشوفوا معنا الغزالات ديالي في الصوره. دابا غادي ناخذوا الكويرات ديروهم يكونوا صغيورين باش ما تجيكمش الحلوه كبيره، ونبداو نستفوا في اللاطه ديالنا حتى نعمروا اللاطه بشويه بشويه. هي كويرات شتي تبارك الله ما تتلصقش في اليد باش تعرفوا بان العجين راه ناجح. تبعوا معايا غير المراحل وغتنجح معكم حتى نتوما الحلوه. الغزالات ديالي ما غاديش تندموا الا جربتوها، راه فنه تذوب في الفم. حبيباتي باش تنجح معكم الحلوه خاص يكون الفران سخون، وحيت ندخلوها نقصوا الفران مزيان باش يجي لونها زوين. الغزالات ديالي دابا غادي ناخذوا قرعه تاع الكونفيتير ونعملوها في كاسرونه ونزيدو عليها ربع كاس تاع ما زهر ونديروها فوق النار ونخليوها غير تدفى شويه، ما نسخنوهاش بزاف حيت غادي يفرتت لينا الحلوه وما غاديش تلصق لينا. دابا غادي نمشيو للفران نجيبو الحلوه ديالنا. الحلوه ديالنا هي وجدات، لا من ناحيه الشكل لا من ناحيه اللون، جات ناجحه 100%. دابا غادي نبداو نغطسوها في الكونفيتور ديالنا، نغطسوها مزيان حتى تشرب الكونفيتور. من بعد منين نغطسوها مزيان غادي ناخذوا حبه بحبه، نحطوا الحبه الاولى ونديروا عليها الحبه الثانيه باش نلصقوهم هما بجوج ونغطسوهم مزيان في الكونفيتور. على فكره حبيباتي هاد الحلوه ديالنا باش ما خليتيها في الكونفيتور تجي هشيشه وزوينه تذوب في الفم. نبداو هكا نصايبوا بوحده بوحده نكملوا الحلوه ديالنا حتى تجي غزاله. جربوها وما غاديش تندموا. على فكره حبيباتي بعد ما تنتهيو من التستاف ديال الحلوه ديروها في واحد الاناء ودخلوه للثلاجه، حيت الكونفيتور على فكره الكونفيتور راه تيحمض، ما تخليوش على برا، لا بدا تدخلوها للثلاجه باش زوينه. هاد الحلوه طريشبون ما حدا تتبقى وهي تزيد ترطاب وتذوب في الفم. كنتمنى تكونوا تبعتوا معايا المراحل ديال الحلوه طريشبون من الاول باش ما تفوتكم حتى شي لقطه. الغزالات ديالي اللي جربتها تقولها لنا في التعاليق، وشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده على الجميع. حبيباتي الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وابوني وشاركوا في قناه وصفات ام يونس باش ديما يوصلكم الجديد، وشكرا على مشاهدتكم.